اختي ما تمشي فين، حبسي في هذا الفيديو تسمعي مزيان شنو بغيت نقول لك. ملي كتكوني كتقلبي في مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك انستغرام فيسبوك وكتجي وحده كتقول لك هاد الكبسولات هادو سحريين طبيعيين مصوبين من مواد طبيعيه لتكبير المناطق الانثويه، هاد المحلول هذا مصايب من مواد طبيعيه ومصادق عليه، هاد الكريمه هادي كديريها فوق البلاصه اللي بغيتي تزيدي فيها 7 ايام كتعطيك النتيجه. واش عمرك سولتي راسك شنو كاين فعلا في هاد المواد؟ واش هاد المواد صحيحه؟ واش هاد المواد مصادق عليها من طرف وزاره الصحه؟ واش عارفه شحال كيخلص الجسم ديالك باش يحقق لك هاد الجمال؟ الله خليك معايا في هذا الفيديو باش نوري لك شي حقائق ما عمر حتى شي واحد هضر لك عليهم. هاد المنتوجات اللي ولاو دابا كنشوفوهم مؤخرا كيروجوا ولاو على شكل كبسولات مشروبات، ولاو على شكل، انا ما كنقطع الرزق ديال حتى شي واحد، ولكن كنهضر بصفه عامه، ولاو تحت ما يسمى باللحسه، يعني على شكل معجون، ولاو على شكل كريمات، وهذوك الاعشاب كيأثروا على الهرمونات ديالكم، وإلا ما كانوش واحد الاعراض في المدى القريب او المدى المتوسط كيوليو في المدى البعيد. وراه هادشي اللي خلانا دابا حاليا كنشوفوا شباب في الثلاثينات كياخذ دواء ديال لا طونسيون، كياخذ دواء ديال الروماتيزم، كياخذ دواء ديال بداتو الهشاشه، الامراض المزمنه اللي نورمالمون كيبداو من الستينات ولاو دابا كيبداو في الثلاثينات. نعطيكم واحد النبذه على بعض المشاكل اللي كينتجوا على هذه المنتوجات هذه. اول حاجه كتكون واحد اللخبطه هرمونيه، الهرمونات ديالك كيتخربقوا، كيوليو عندك مشاكل الدوره الشهريه، كتولي مستريسيه معصبه غير بوحدك، هادشي كيقدر يؤدي بك الاكتئاب حاد، تولي عاوتاني تاخدي الدواء ديال الاكتئاب. سرطانات، واش عرفتي شنو تبقاي تلعبي بالهرمونات ديالك؟ هادشي راه كيؤدي لسرطانات خايبه، تسمم ديال الكبد والكلاوي ديالك، واش عرفتي الجسم ديالك راه كيتقاتل مسكين باش يخرج هذوك السموم، وكينتهي الامر باش ان الكلاوي والكبد ديالك كيتضربوا. التشوهات الجسديه بزاف ديال البنات كيطيحوا في هذا الفخ هذا، يعني من بعد الاستعمال ديال دوك المواد كتكون واحد النتيجه فوريه، وهادشي كيعجب البنات، وهذيك النتيجه كتكون غير واحد المده زمنيه قصيره، دونك من بعد كيبداو التورمات، كيبداو الاحتباس ديال الماء في واحد المناطق غير مرغوب فيها، بحال انتفاخ الوجه ولا في الرجلين ولا الى اخره. من بعد كيوليو ترهلات ديال الجسم، كيوليو لي فيرجيتور. ما كايناش شي منظمه صحيه محترمه في العالم اللي كتسمح باستعمال هاد المواد هذه بهاد الخطوره هذه بدون وصفه طبيه، راه ما يمكنش. والغريب في الامر ان هاد المواد هذه كتباع في واحد المواقع اللي هي مجهوله او في السوق السوداء. شوفي اختي اسمعيني الله يرضى عليك، شتي الجمال ديالك في ثقتك بنفسك، في كيفاش انت كتعتني بصحتك. انا حاجه وحده اللي كنامن بها انها تقدر تزيد لك في الفوليوم، وهي السبور، هي لا ميسكولاسيون، انك كتمشي لون سال دو سبور محترمه، وكتمشي عند ان كوتش سيرتيفيي ولا اخصائيه تغذيه، وكتبقاي متبعه معاها، وكتضربي 100,000 عصفور بحجره وحده. كتريني، كتحيدي ستريس، كتاكلي اكل صحي، كتاخري الشيخوخه ديالك، كتعززي الكولاجين في الدس ديالك، كتنشطي الدس ديالك، كتعاودي تحييه من جديد. هادشي اللي كاين. شي حاجه اخرى راه غير اشاعه، راه غير الكذوب. ما تخليش شي وحده ولا شي واحد يضحك عليك بكلام فارغ مبني على اسس غير علميه تحت ما يسمى بالانوثه المثاليه. راه كل وحده فينا ميزه بشي حاجه، وكيف قلت راه باش يكون عندك جسم مثالي، الرياضه، الماكله الصحيه، والصبر. يعني باش انك غادي توصلي لديك المثاليه راه خاص مده، يعني خاصك تخدمي على الجسم ديالك وعلى لي موسكل، وبزاف ديال الصبر وبزاف ديال الجهد باش انك توصلي لواحد النتيجه، ماشي في ظرف 7 ايام. زائد الوعي، وهذه كنسطر عليها مزيان. خاص يكون عندنا واحد الوعي صحي، يعني حتى فاش نبغي نمشي مثلا نتقدى شي حاجه من السوبر مارشي خاص تكون عندنا الثقافه ديال انني غنشري ديك الحاجه، نقرا شنو فيها، نقراها واش مسرطينه، نقراها مناش متكونه، نقرا واش فيها المواد الحافظه بزاف، واش فيها الدهنيات بزاف، واش، ونحاول نطابق داكشي اللي غادي نشري مع الاحتياجات ديالي ديال الجسم ديالي.
الا كنت مثلا مريض بالسكر ولا عندي شي مشكل صحي، نحاول نقرا، ماشي اي حاجه شروها الناس ولا دقتها عند فلان عجبتني ولا عند فلانه عجبتني غنشريها حتى انا، لا، حيت لو كور ديالي ماشي هو لو كور ديال فلانه. دابا اختي تقدري تيسري، ساليت هضرتي، الله يرزقنا ويرزقك الصحه والسلامه وراحه البال والثبات. ما تنسيش تبرعي ليا الكريشه وتهلاي ليا في الصحيحه.